حقق الوطن ممثلا في وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة المراكز الستة الأولى للمرة الثالثة على التوالي في أولمبياد الرياضيات الخليجي الثالث، والذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية واحتضنته سلطنة عمان. هم أبناء الوطن الذين دائما ما يرفعون راياته عاليا في كل محفل وكل مكان. أبدع الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الخليج عربية واحتضنته سلطنة عمان خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر جمادى الآخرة لعام 1435 للهجرة. حقق أبطالنا ومبدعونا المراكز الستة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، ممثلا في وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة. الفريق السعودي مكون من 6 طلاب، وهم الطالب إبراهيم خان في الصف الثالث الثانوي، والطالب الزبير حبيب الله في الصف الأول الثانوي من ثانوية ابن خلدون بالهيئة الملكية في ينبع، والطالبة شادن الشمري في الصف الأول الثانوي من الثانوية 19 بمنطقة حائل، والطالب مهدي الشيخ في الصف الثالث الثانوي من ثانوية المدينة المنورة في الأحساء ب4 ميداليات ذهبية. وحصل الطالبان عمار القطري في الصف الثاني ثانوي من مدارس الظهران الأهلية في المنطقة الشرقية، وماجد المرحومي في الصف الأول الثانوي من ثانوية ابن خلدون بالهيئة الملكية في ينبع على ميداليتين فضيتين. الحمد لله حليت كويس في الاختبار وكانت النتائج متوقعة بشكل كبير. الحمد لله أحسنت في الاختبار، كان جد ممتاز الحمد لله. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفرد المملكة فيها بالمراكز الستة الأولى، فقد انفردت بالمراكز الستة الأولى في أولمبياد الرياضيات الخليج الأول 2012 الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بميدالية ذهبية و5 فضيات، وكذلك انفردت بها في الدورة الثانية للأولمبياد 2013 في قطر، حيث حصد فريق المملكة ذهبيتين و4 فضيات. طبعا نبارك للفائزين، وهؤلاء هم أبناء الوطن.